كنت قاعدة لوحدي في نص الليل وطلبت أكل عشان كنت ميتة من الجوع. بعد نص ساعة الباب خبط، فتحت لقيت واد صغير عامل دليفري وشه مخطوف وبيرتعش. قال لي بصوت واطي: يا ست الكل، خدي الأكل وامشي من هنا حالا، الشقة اللي فوقيكي بتولع والناس اللي فيها مش عايزين حد يبلغ. أنا اتسمرت مكاني وبصيت في السقف، ما سمعتش حاجة ولا شميت ريحة دخان. قلت له: يا ابني انت بتقول ايه؟ العمارة هادية خالص. الواد صمم وقال لي: والله العظيم شفتهم وهم بيقفلوا الشبابيك بالخشب عشان الدخان ما يبانش، اهربي بسرعة. خفت وقفلت الباب وجريت على البلكونة، وشفت فعلا خيال ناس غريبة نازلة من شجرة قريبة من شقة جاري اللي مسافر. كلمت البوليس فورا، وأول ما وصلوا واقتحموا الشقة اللي فوق ما لقوش نار، لكن لقوا عصابة كانت بتنقب عن آثار تحت بلاط الشقة، وكانوا بيستخدموا مواد كيميائية بتطلع دخان تخين ملوش ريحة عشان يفتتوا الصخر. والدليفري وهو طالع شاف الدخان من فتحة المنور وافتكرها حريقة. لولا ذكاء الواد ده وتنبيهه ليا كان زمان العمارة كلها وقعت فوق دماغنا بسبب الحفر اللي كانوا بيعملوه في الأساسات. اكتشفت إن المنقذ ساعات بيجي في صورة بسيطة، وإن الخوف اللي بيزرعه حد في قلبك ممكن يكون هو اللي هينجي عمرك كله من كارثة حقيقية. دي كانت حكاية من حكاوي مايا اللي بتفكرك إن السند ممكن يجيلك من حد ما تعرفوش، والمكتوب دايما بيجيلك في وقته. استنونا في قصة جديدة تشد الأعصاب على قناة حكايات مايا.